السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنديرو هاد الفيديو على كيفية تركيب شمع أساس على إطارات. هاد الإطارات هما اللي تيبني عليهم محل الشمع أو الشهد كما تنقولو. هنا إطار اللي غنستعملو فيه 4 ديال الأسلاك. هاد الأسلاك هي اللي تشد الشمع باش ميتساش في الوقت ديال جني العسل. هذه بلاكه ديال شمع الاساس تنحاولوا نركبوها في اطار بشكل بان تنكروازيوها مع السلك، نكون واحد داخل وواحد خارج، واحد داخل وواحد خارج، وتنحاولوا نطيحوها في هذاك السكه اللي كاينه في التحت ديال الكادر او تتسمى الغرغار، حنا نقولوا السكه. وتنحاولوا ما امكن نراعيو كيما شفنا دابا تكون جوج على برا وجوج على الداخل، واحد داخل خارج وواحد داخل خارج. ومن الاحسن باش ردوا البال المسافه النحليه. المسافه النحليه هي المسافه اللي تكون بين الكادر كيما تنوضح دابا، بين الكادر والشمع الاساس. من بعد ما تطيحوا البلاكه في الكادر مزيان، تنحاولوا نكوليوها بشويه ديال الشمع دائب كما تشوفوا دابا هنا. هنايا الشمع برد، يعني ما ساعدنيش باش نديرها في التجربه الاولى. نسخنوا الشمع واحد شويه او نذوبوا الشمع، وتنحاولوا نخووه. من الاحسن نخووه على العود، ونحاولوا نميلوا الكادر واحد الجهه باش السائل ديال الشمع المذاب يميل ويهود مع الكادر كامل. نفس الشكل تنديرو من الجهه الاخرى، وهي من الاحسن هاد العمليه دار على 2 مرات. دابا الحال شويه بارد، بالخف تينشف او تيجمد. كما تشوفوا تنميلوا الكادر باش السائل ديال الشمع تيهود مع الشمع، وفي هاد الحاله تلصق البلاكه مع الخشب. راه كما تشوفوا هنا دابا كماش 30 ثانيه تقريبا تنتمكنوا من تلحيم الشمع مع سميتو. كما تشوفوا دابا قناة شوية تشكركم على المشاهدة، والى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.